انها علمت امي بس لا، راحت وعبت راس اخويا زوجها وعلمتها بكل شيء، وتقول له اختك تطلع مع عيال وتتقابل معاهم. هو اخوي صدقها وصار يشك فيني. تعبت مره، تعبت، صرت اسكت وما اثق باحد. خلتني احب شخص اكبر مني، كان يقول لي راح تتخرجي وراح اجي اتزوجك، بعدها صدمني وراح عني. انا كنت احبه لانه كان حنون معايا بشكل كبير وكان قريب مني. طبعا أبويا من يوم ما دخلت بيتنا زوجة أخويا هذه ومعاملته تغيرت معايا، يدافع عنها، وكل ما أقول له شيء يقول خليك العاقلة الكبيرة، هي باقي صغيرة وما أدري إيش، مع أنها أكبر مني ب6 سنين. وربي كنت أموت من جوا، أنقهر. حملت مرة أخويا وجابت بنت. طبعا أول حفيدة تجي في بيتنا، أول بنوتة تجي في بيتنا، كنت مبسوطة إنه في نونو صغير في بيتنا. طبعا من يوم ما جت المولودة، من يوم عمرها شهر إلى عمرها 6 سنين وهي مع أمي اللي ربتها. أمها مو مهتمة فيها. من هنا أنا صرت أتجاهلها، بعدت عن زوجة أخويا، هي حملت وجابت ولد وراحت بعيد عنا، راحت سكنت عند أهلها، لكن البنت معانا. طبعا خلونا نرجع شوية ورا. أمي اضطرت إنها تخلي البنت عند أمها، وأنا وأمي نسافر لمدينة خوالي بسبب إني أنا كنت تعبانة من شيء وكنت أتعالج. طبعا البنت يوم بدت تكبر صارت تشبه أمها في كل شيء، مع أنه ما تربت مع أمها وبعيدة عن أمها من سنوات، لكنها كبرت وصارت تعاملني زي أمها. تحب المشاكل، لسانها طويل، مع أنه ما كانت كذا أبدا. معقولة الشويات دي اللي جلست مع أمها صارت كذا؟ كان الشريط جالس ينعاد. صارت تضرب الكل وتسب الكل. من أشوفها وأشوف تعامل بنات خالاتي الصغار الثانيين كنت أنقهر. طبعا أبويا يا ويلي لو ضربتها ولا حتى صرخت عليها، يقول لي حرام، حطي نفسك مكانها، لا أم ولا أبو دروا عنها، أمها وأبوها عايشين لكن كل واحد شايف حياته. تعبت مرة، تغيرت، كل شيء فيني تغير. صرت ما أحب أطلع من غرفتي عشان ما أسمع كلام أبويا، ما أبغى أسمع كلمة منه تعورني بسببها. بتقولون صغيرة ما تفهم، لا تفهم. أمي تقول لها خليكي عاقلة عند الناس عشان الناس يقولون عنك شاطرة. تدرون ايش تقول لا والله لا أفشلك. وفعلا تفشلنا قدام الناس. وإذا رحنا سوق أو ملاهي تجلس تصيح كأنها ما تعرف شيء. لما أسألها ليش تسوين كذا تقول كيفي مالكم صلاح، عشان أفشلكم بس. صرت أعزل نفسي في الغرفة لأنه أنقهر لما تتكلم مع أمي ولا أبويا كذا، مع أنه أحيانا تنضرب بس ما يفيد معاها. بعدت عن أبويا اللي مرة كنت أحبه، كنت مرة أحبه وأحب حضنه. لما أشوفه يحضنها تجيني غصة. أحس أبويا صار بعيد عني، أستحي أروح أحضن أبويا. أمي نفس الشيء، ودي أحضنها وأنام بحضنها بس ما أقدر، لأنه إذا شافتني أحضن أمي تجلس تضربني وتصارخ، وأبويا يقوم يهزئني ويتحسب علي عشانها. من كثر العزلة اللي أنا فيها صرت أكره الناس. بس جالسة في غرفتي، ولما أطلع مكان عام أستحي، أنحرج، أتوتر إذا شفت ناس كثير، ولا إذا رحت مطعم أحس إني شخص غريب، ما أعرف، شعور متلخبط، ماني عارفة إيش أسوي. قلبي بينفجر من اللي أنا فيه. أحس فيني شوق لأبويا، ماني عارفة إيش أسوي. إذا رحت حضنته يقول أنت تمنت عن دينها، وأنقهر أكثر. قريباتي يقولوا لي ليش ما تجلسين مع أمك، ترى إذا ماتت بتتحسفين. ما يعرفون إني ودي أجلس معاها 24 ساعة زي زمان. أمي كانت أختي وصحبتي وكل شيء في حياتي، وما زالت كل شيء في حياتي. ماني عارفة إيش أسوي، أبغى حل، نفسيتي تعبت. وإذا بتقولون ليش ما تودون البنت عند أمها ما تبغى